أسس بالعربي. مشاهدي أسس بالعربي، أهلا وسهلا بكم في شرح كورس جديد بالعربي ألا وهو كورس التغذية المعتمد من ICSA. النهارده هنبدأ مع بعض شابتر 9 واللي بعنوان الووتر اند هايدريشن، يعني المية. المواضيع اللي هندرسها مع بعض النهارده رقم 1 understand the structure and function of water for life and within the human body. هنفهم يعني ايه مية اللي احنا بنشربها الشفافة الجميلة دي المهمة للحياة بتاعتنا، وايه دورها جوه جسم الانسان، وهل المية عنصر ليه سعر حراري ولا لا، وهل المية اخد منها قد ايه، لان الجزء ده مهم جدا في الحفاظ على وظائف الجسم الطبيعية. رقم 2 explain the role of water in physiological process. هنشرح هنا بقى دور المية بالتحديد في العمليات الفسيولوجية اللي بتحصل جوه الجسم، زي مثلا على سبيل المثال الهضم، زي مثلا إدارة درجة الحرارة بتاعة الجسم، ازاي المية بتشارك في الوظائف الجسم المختلفة دي وبتساعد الجسم انه يحافظ على توازن المعادن اللي فيه، لانك لو بتفقد مية باستمرار برضه بيبقى فيها مشكلة، وده هنشوفه طبعا بالتفصيل. رقم 3 describe how water is absorbed and exerted in the body. وده جزء مهم جدا انك نفهم مع بعض ازاي الميه بيتم امتصاصها في الجسم، وهل بيتم الجسم بتخزين الميه زي الجمل كده بتفضل بحالتها ان هي ميه زي ما هي. طب ازاي الجسم بيعمل فيرتيليشن وبيتخلص من كميه الميه الزايده منها، سواء بقى طالعه على شكل عرق او طالعه مع البول اليورين او مع الاستول. رقم 4 understand the importance of water for athletic performance. هنفهم بقى هنا أهمية المية للرياضيين، لأن في بعض الناس بتتجاهل الحتة دي وبتلاقي المستوى بينخفض بسبب المية، لأن فاكر إن المية حاجة عادية يعني لما نعطش نشرب وخلاص، لكن ما يعرفش إن المية دي ممكن تنعكس على الأداء الرياضي سواء أثناء التمرين أو أثناء المباراة اللي بيلعبها الرياضي. هتضل بقى ورقة وقلم ويلا بينا نبدأ الحلقة. المية عبارة عن مادة شفافة عديمة اللون والرائحة والطعم، وانا النهاردة مش جاي اقول لكم ان هي المكون الاساسي للبحيرات والبحار والانهار اللي موجودة على كوكبنا. هي ببساطة بتمثل 71% من سطح الكرة الارضية بلس المياه الجوفية، ولا جاي اقول لكم ان هي من اكتر المركبات الكيميائية المنتشرة، ولا جاي برضو اقول ان هي عبارة عن H2O، لان دي طبعا حاجات كلكم عارفينها. اللي احنا ما نعرفوش ودايما بنفتكره في عنصر التغذية العلاجية او تغذية الرياضيين هو عنصر المية. المية زي ما انتم كلكم عارفين بتمثل 60% من جسم الانسان. موجودين فين 60% دول؟ موجودين في العظم، في الخلايا، في الدم، في الامعاء، في العين، في كل انحاء جسمنا موجوده الميه. ببساطه جدا الميه بتتقسم لجزئين، تلتين اسمه انتراسيلر داخل الخلايا زي ما احنا لسه شارحين دلوقتي، وتلت اسمه اكسترا سيلر، وهو ده اللي المفروض لما بنيجي نقلل الميه او نعمل دايت الميه او ان احنا عندنا بطوله وبننشف هو ده بس اللي بنلعب عليه. وعايزين نوضح حاجة بسيطة، ان المية اللي احنا بنشربها او اجمالي المية اللي بنشربها مش بس كوباية المية اللي احنا بنشربها، لا خالص. كوباية المية نمرة 1، المشروبات اللي بنشربها نمرة 2، الاكلات اللي بناكلها عشان بتحتوي على مية نمرة 3، البول اللي بنبتدي نتخلص منه رقم 4. فبتكون معادلة دقيقة جدا للحساب للرياضيين. الانتراسيلر معرفتنا بيه من امتى؟ من اول ما كنا جنين، ايام ما كنا بنسبح جوه المشيم زي السمك، بس مش زي السمك قوي يعني. بس لو تفتكروا دايما كل الاطباء لو بيجي بيتكلموا مع البريجننت يقول لها لا ما ينفعش حجم الميه في المشيمه تقل، ما ينفعش حجم خطر على الجنين، وهو ده ببساطه دور الانتراسيلر. وبعد ما ابتدينا نطلع اكتشفنا ان كل الخلايا بتاعتنا
مضمون.